الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه يعني الجنة المعجلة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالحمد لله الذي يسر الله لنا هذا الحضور في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة أمام هؤلاء السادة، فهي نعمة من الله جل وعلا فوق نعمة. أنعم الله علينا ووقفنا الموقف وحضرنا عرفات ومزدلفة، هذه مشاعر كبيرة عظيمة. قال في بعض الأحاديث أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أنه لم يغفر له، فنرجو من الله جل وعلا المغفرة. حتى قالوا العلماء للكبائر وللصغائر وللتبعات، يعني ذنبها هذا بالوقفة يروح. باقي الحقوق، إذا عندك حقوق هذا لابد ما ترجعها، لكن ذنبها وإثمها أو إثم السرقة أو إثم النهب وغير ذلك يذهب بوقوفك في الحج. فنحمد الله جل وعلا على الخير الكبير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مقبولين محبوبين. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: إذا يكون اهتمامكم بالقبول أعظم من اهتمامكم بالعمل. فنحن وقفنا بين يدي هؤلاء السادة وخليفتهم سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد والحبيب أحمد مشهور، بغيناهم يتوجهوا إلى الله جل وعلا أن يقبلنا على ما فينا، لأن يعني هذا من تمام الحج. تمام الحج أن تقف المطايا على باب الكرام أولي المزايا. نحن يعني كما مقرين بالتقصير عن شاء مجدهم معنا إلى الاعتراف والدعاء، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. ذكر الحبيب سالم وذكروا العلامة، ذكروا علامة الحج المقبول. الله ذكروا علامة الحج المقبول. هذه العلامة ندندن حولها، كل واحد يدندن حولها. ما هي علامة القبول؟ إن حصلتها موجودة فاحمد الله عليها، وإلا مكانك تلح على الله جل وعلا أن يعطيك هذه العلامة، أن تكون بعد الحج أحسن مما كنت قبله في عبادتك، في أورادك، في ذكرك. هذه علامة فارقة جعلها الله جل وعلا للمقبولين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقبولين، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونكون إن شاء الله قرة عين لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وللشريعة المطهرة. لأن في هذا الوقت وفي هذا الزمان يجب علينا مناصرة الدين ومناصرة الشريعة وخدمة الشريعة وتبليغ الشريعة والدعوة إلى الله جل وعلا بالليل وبالنهار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا تجعل لنفسك يعني موضوع أو خدمة أكبر من هذا، ولو لم تعرف إلا آية بلغوا عني ولو آية في نفسك، في أولادك، في أهل بيتك، في الغرباء. كما سمعتم من سيدنا الإمام الحداد يقول اتمنى أن يكون بيته في جدة لأجل يعتبر ولو في الشهر مرة، ولأجل لا تفوته جمعة مكة. جمعة مكة ب100,000 جمعة تضيعها هذا لأجل ضيافة عند فلان وفلان. ينبغي بس للمقيمين أن لا تفوتهم. فكيف بالغرباء يجلس 10 جماع 4 جماع 5 جماع يضيعها كلها في جدة ويفوت على نفسه 100,000 جمعة. هذا من عدم تعظيم شعائر الله ومن عدم تعظيم البيت. كذلك كما أن كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية يدخلوا إلى مكة ويجوا من بلاد بعيدة ومن الرياض في جنازة وفي غيرها، ويدخل مكة ولا يطوف، يخرج كأنه دخل لا باريس أو كأنه يتمشى. دخل في بلاد حفظها الله جل وعلا وأكرمها وشرفها وصارت فيها الحسنة ب100,000، ويفوتك هذا الخير الكبير. وواجب عليك من دخل إلى مكة يجب عليه لا يخرج إلا بطواف الوداع. وهذا التعظيم هو تعظيم شعائر الله
يقول إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. الآن في هذا الوقت وهذا المحل بغينا يعني نوجه نظرنا إلى هذه المسألتين. أول مسألة أن يجعلنا الله من المقبولين ويتشفعوا لنا الجماعة يدخلوا. حمل حمولك على الحمال، خلي يطلع مع حموله، هذا لهم رجال الحمول. المسألة الثانية يرزقنا الله الدعوة إلى سبيله ونكون يعني مخلصين لهذا الغرض الكبير وهذا الواجب العظيم الذي أوجبه الله على كل مسلم، أن يكون داعي إلى الله. لا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. وبالإذن من الحبيب ومن الحبايب نستغفر الله لنا أجمعين وللحجاج أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قولوا جميعا: نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولذوي الحقوق علينا وللمسلمين إلى يوم الدين من جميع الذنوب بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله. اللهم تب علينا وعليهم توبة نصوحة وزكنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم انظر إلينا وإلى أوطاننا وإلى اليمن وإلى بلدان المسلمين كلها نظرة تزيل العناء عنا وتدري المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. اللهم حول أحوالنا أجمعين إلى أحسن حال واجعلنا أجمعين كلنا قرة عين لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لأن بغينا الحبيب الحمدي اللي قلنا الذكر على العادة، ذكر لا إله إلا الله، لأن هذا يجدد. جددوا إيمانكم، أكثروا من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبول الدعوات وقبول الحج. فاتحة تحويل أحوال المسلمين لأحسن حال. متأثر شوية تقبل من الأعمال وتصل النيات والأحوال وبارك لنا في هذه المجامع وهذه المجالس واجعل حجنا حجا مقبولا إن شاء الله عائد علينا بفضل الله وعلى الأمة بكل خير في ديننا ودنيا يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا بأنك التي لا تنام وكلفنا بأنك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت تلقى ثقتنا ورجاؤنا يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. ارحمنا وانظر إلينا واحفظنا وفيما إلينا وارحم الأمة المحمدية واصلح الراعي والرعية
واكتب علينا وارفعنا كل خطيئة وسددنا وفقنا ارجونكم على المتابعة لسيد المرسلين ولنا نجيات من الصالحين فإنك أولو ذلك يا رب العالمين واصلح بين الطوائف المؤمنين اصلح ذات بينهم واعدل ما بينهم من الشقاق ومن الحروب اصلحنا يا رب اللهم ارحم ما حل بهم وما نزل بهم وانفعنهم عن الخشاوات القائمة بينهم واجعلهم من أعوان على الحق وعلى الهدى يا رب العالمين. اللهم لا تدعنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مساجا إلا كفيته ولا مقطعا إلا كفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذه تكفي. لا لا أنا عم خمس تكفي. إجازة يكفي. والله يا الله الإجازة والإجازة بعدين إجازة نطلب على لسانكم إجازة عامة من الحبيب عبد القادر ومن الحبيب أحمد إن إجازهم فيه 3 طالب. هذا حسن. وضع الميكروفون قدام هذا محمد. طبعا الحب أحمد. طيب. سيد أحمد سيد الحج عبد القادر يقول. كلهم على الشافعي واحد يقول واحد ويقول على الجميع يغتنمها يغتنمها. أي أبواب كثير. سيد يا شاف. من الطالب من الطالبين. قلب وهذا قلب شوية سووا طريقة. ها؟ إجازة أبوك عمك عبد الله الشاطري وأبوي عمك عبد الله داوود. أولا عليك لكم معنا الطالب. تعال جنبنا. لا أنت مطلوب أنت طالب. امتثالا لأمر الحبيب عبد القادر أجزكم فيما أجازني فيه والدي وجميع مشايخي من كل علم نافع. كلوا قبلنا الإجازة. أسأل الله أن يثبت علمها في قلوبنا وأن يجمعنا على العمل بها وأن تكون إجازة متصلة إن شاء الله برجال الإجازات والسند والأخذ والعطاء فيما سوى ذلك. والمتعة للحبيب أحمد مشهور والأخ محمد الهدار والإخوان الأخ محمد الهدار والأخ الشاطري محمد الشاطري وبقية إخواننا وأصحابنا. أسأل الله أن يمتع بهم وأن ينور المجالس بهم وأن تبقى المجالس إن شاء الله معمورة إلى يوم الدين هكذا مسلسل فيها الأخذ والعطاء من الرجال الأكارم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي. أطلع